انتوا تعرفوا كم عدد علماء المسلمين والعرب في القرون الأولى من الهجرة؟ كان هناك ما يقرب من 90 عالم مسلم عربي في القرون الأولى من الهجرة. في القرن الثالث من الهجرة ظهر ما يقارب من 14 عالم مسلم عربي. في القرن الرابع كان هناك 20 عالم مسلم عربي. القرن الخامس ظهر 15 عالم مسلم عربي، والقرن السادس 13. أما القرن السابع فظهر 15 عالم مسلم عربي، والقرن الثامن 9 علماء من المسلمين العرب. أما من ناحية العلوم ففي علم الرياضيات والجبر ظهر 34 عالم مسلم عربي، وعلم السياسة ظهر 3 علماء من المسلمين العرب. أما بالنسبة للطب وهو العلم الأشهر بين المسلمين العرب ظهر 50 عالم مسلم عربي. في الفلسفة 11 عالم، وفي الفلك